بتعتبر أراضي منطقة فنجيا الصينية المليانة بالمناظر الطبيعية الخضراء مثال حي على تضاريس اسمها التضاريس الكارستية، واللي بتتكون بسبب ذوبان صخور الحجر الجيري الموجودة في المنطقة بسبب مصدر للتدفق المائي، وبالتالي بيحصل انهيار للصخور دي بعد المية ما تدوبها، وبتبدأ تتكون مظاهر طبيعية في أعماق الأرض زي الكهوف والفجوات والمجاري المائية والحفر، زي الحفرة اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي حفرة شاو جاي تيانكينج الموجودة في فنجيا الصينية، واللي بتعتبر من أكبر الحفر الطبيعية في العالم، واللي البعض بيطلق عليها اسم الحفرة السماوية. الحفرة اتكونت ببطء بمرور الزمن، وبيعتقد الخبراء إن الحفرة اتشكلت بسبب تدفق المياه من ارتفاع عالي، واللي تسبب في حدوث تشققات امتدت لمسافة تقدر بحوالي 37 كيلومتر، وده أدى لتآكل الصخور الجيرية ببطء، وتكونت الحفرة بالتدريج وبقت بعمق 662 متر وطول 226 متر وعرض 537 متر تقريبا. شاو جاي تيانكينج بتضم جواها عالم من الكهوف ونهر جوفي ممتد، واللي وفر الحياة تحتها لأكتر من 1000 نوع من أنواع النباتات، وخلاها كأنها غابة خضراء موجودة تحت الأرض. بدأ الخبراء اكتشاف الحفرة سنة 1994 بعد وصول بعثة بريطانية صينية مشتركة، وبدأوا بدخول كهف ارتفاعه حوالي 100 متر وتعمقوا بعدها حوالي 1000 متر، وبعد استمرار التقدم لآلاف وآلاف الأمتار علشان يستكشفوا الكهوف والنهر الجوفي اللي بيتدفق من خلالهم، قدروا أخيراً يخرجوا من شبكة الكهوف والمجاري المائية واللي شبهوها بالمتاهة. وبالرغم من إن البعثة استمرت حوالي 10 سنين إلا إنها توقفت نتيجة لصعوبة وخطورة السباحة في النهر الجوفي، لأن المية بتتدفق فيه بسرعة كبيرة جدا خلال الكهوف المتشعبة في الحفرة، وعلشان كده لسه الحفرة في انتظار بعثات تانية كتير علشان يقدر العلم يكشف كل أسرارها.